لما تسمع مصطلح قيمته في الاقتصاد ما تتخضش، ده ببساطة بيحسب كمية الفلوس اللي بتتحرك في الاقتصاد. طيب يعني ايه بقى كمية نقدية اصلا؟ الكمية النقدية او العرض النقدي هو مجموع الفلوس اللي موجودة مع الناس والبنوك واللي ممكن تتحول لصورة نقدية بشكل سريع. طيب ايه هي القيمته بالظبط؟ القيمته هي اول حاجة النقد اللي في ايد الناس، يعني الفلوس الكاش. تاني حاجة هي الودائع الجارية، الحسابات اللي ممكن تسحب بينها في أي وقت، بالإضافة للودائع بتاع التوفير وشهادات الإيداع الصغيرة، ودي الفلوس اللي مش متجمدة لفترة طويلة. يعني بمعنى أبسط القيمة بتساوي كل الفلوس السائلة زائد الفلوس اللي ممكن تتحول لنقد بسرعة وبدون خسارة كبيرة. طيب ليه بقى القيمة مهمة جدا للمتداولين والمستثمرين؟ ببساطة لأنها بتدي إشارة حيوية عن حالة الاقتصاد. لو القيمة بتزيد بسرعة ده معناه إن في سيولة كتير، وده ممكن يؤدي للتضخم لأن الناس معاها فلوس تقدر تصرفها. طيب لو القيمة بتقل ده معناه إن السيولة بتقل وممكن يدخل الاقتصاد في تباطؤ أو عملية ركود. والبنوك المركزية زي الفدرالي الأمريكي بتراقب القيمة بعناية وبشكل كويس جدا عشان تقدر تعرف تضبط سياساتها النقدية. بتزود الفايدة عشان تقلل السيولة، أو تقلل الفايدة أو تطبع نقود عشان تقدر تزود السيولة. وخلينا أسألك سؤال سريع قبل ما نقفل، لو الكمية النقدية بتكبر بسرعة رهيبة تفتكر إيه اللي ممكن يحصل لأسعار السلع والعقارات؟ مستني رأيكم في الكومنتات.